تخيل معايا الموقف ده. قاعد مع واحد صاحبك في كافيه وبتسأله سؤال عادي جدا: هناكل ايه على العشاء النهاردة؟ الطبيعي انه يرد في ثانية، صح؟ بس تلاقيه فجأة سكت وبصلك بهدوء تام وهو بيفكر. السكوت بيطول، ثانية، اتنين، تلاتة، أربعة. من كتر ما السكوت طول بتفتكر إنك يمكن تكون قلت حاجة غلط. الموقف قلب بإحراج كده ليه؟ عندنا في مصر وفي معظم دول العالم السكوت وسط الكلام بيبقى شبه حادثة القطر كده، حاجة تقيلة على القلب ومقلقة جدا. بنحس برغبة مرعبة إننا نملي أي ثانية فاضية بأي رغي أو كلام في الكورة أو حتى إفيهات ملهاش لازمة. بس الغريب بقى إن في حتت تانية في الكوكب زي اليابان وفنلندا نفس السكوت ده بالظبط بيبقى قمة الذوق والأدب، لدرجة إنك لو رديت بسرعة أو رغيت كتير هناك هيشوفوك شخص خفيف ومش مريح. طب ليه دماغنا بتتعامل مع السكوت بطرق عكس بعضها تماما كده؟ النهاردة دراسات علم النفس بتكشف لنا سر غريب جدا. راحتك أو رعبك من السكوت ملوش علاقة بذكائك، ده راجع لكتالوج ثقافي متحمل جوه مخك من وانت صغير. في الحلقة دي هنفهم سوا القوة السحرية للهدوء، وهتعرف ليه في شعوب بتشوف السكوت أوقع بكتير من مليون كلمة. عشان نفهم اللغز ده لازم نشوف إحنا إزاي أصلا بناخد الدور في الكلام. علماء اللغة بيسموا اللعبة دي علم الكرونامكس، يعني دراسة الوقفات والسكتات في الحوار. في عالمة لغويات عبقرية اسمها دكتور ديبورا تانن لقت إن الشعوب منقسمة لفريقين في الكلام. الفريق الأول اسمه أسلوب التفاعل السريع، وده مسيطر علينا هنا في مصر وفي إيطاليا أو اليونان. الحوار الحلو عندنا يعني حوار سريع، الناس بتتكلم فوق بعض، بنقاطع بعض وبنكمل جمل بعض، والمقاطعة عندنا مش قلة أدب. دي معناها أنا معاك على الخط، متحمس جدا للي بتقوله. بس على الناحية التانية في أسلوب التفكير العميق، وده الحاكم بأمره في فنلندا واليابان. في دراسة نشرتها جامعة كامبريدج الباحثين لقوا إن في مدن زي نيويورك أو القاهرة لو السكوت بين الجمل زاد عن نص ثانية بس الناس بيجيلها حالة قلق وبينطوا في الكلام فورا. أما في اليابان الكلام بالنسبة لهم شبه ماتش التنس، انت بتضرب الكورة وتقعد مستني تاني براحته يستوعبها ويفكر ويضربها لك تاني. لو رديت عليه بسرعة كأنك بتقوله انت ما بتفهمش وانا مش مستني رأيك. طيب خلينا بقى نكمل مع اليابان، الشعب اللي حول السكوت للوحة فنية. هناك عندهم مفهوم مرعب اسمه ما. الما دي هي الفراغ أو السكتة اللي بتدي المعنى للصورة الكاملة. فكر فيها كده زي الموسيقى، المزيكا مش مجرد خبط ورزع ورا بعض، السكتات والهدوء اللي بين النوتة والتانية هي اللي بتعمل اللحن الجميل، ومن غيرها المزيكا بتبقى مجرد صداع ووش. اليابانيين بقى بيطبقوا ده في الحياة اليومية من خلال حاجة اسمها هاراكي، ومعناها الحرفي لغة الإحساس الداخلي، يعني إزاي نفهم بعض من غير ما نفتح بقنا أصلا. بيعتمدوا على نظرة العين وتوقيت السكتة. عشان كده في اجتماعات الشغل هناك لو المدير الياباني سكت خالص بعد ما المستثمر عرض عليه فكرته، المستثمر الأجنبي بيجيله الجلطة ويفتكر إن البيعة باظت، فيبدأ يرخص السعر ويرغي أكتر عشان يقنعه. لكن في الحقيقة المدير الياباني هنا بيعمل لقطة قمة في الاحترام، هو بيقعد ساكت عشان يوزن كلامك في دماغه ويديله قيمته. في طوكيو الرغي رخيص لكن السكوت وزنه ذهب. سيبك بقى من آسيا وتعالى نروح على أوروبا وبالذات فنلندا. في نكتة مشهورة هناك بتقول الفنلندي الانطوائي بيبص في جزمته وهو بيتكلم معاك، أما الفنلندي المنفتح بيبص في جزمتك أنت. الشعب الفنلندي مشهور بأنه بيعشق الهدوء. الباحثين حللوا طريقة كلام الفنلنديين في دراسة نشرتها مطبعة فالتر دي جرويتر، ولقوا إن السكوت عندهم هو أعلى درجات الراحة والأمان الاجتماعي، مش إحراج خالص. يعني مثلا لو ركبت عربية مع واحد صاحبك هنا في مصر لمدة نص ساعة من غير ما تتكلموا، الجو هيبقى مكهرب وهتحس إنك لازم تفتح حوار في أي موضوع عشان تكسر الملل. في فنلندا بقى لو قعدتوا ساكتين طول الطريق، دي معناها أنا مستريح معاك جدا لدرجة إني مش محتاج أرغي في كلام فاضي عشان أسليك. لدرجة إن هيئة السياحة الفنلندية نزلت حملة إعلانية قبل كده، الشعار بتاعها كان حرفيا السكوت من فضلك. كانوا بيبيعوا الهدوء بتاع بلدهم كأنه خدمة فاخرة للناس اللي مضغوطة وعاوزة تفصل. بالنسبة للفنلندي كلام الصالونات والرغي السطحي بيبان كأنه حاجة مزيفة ومجهدة. لو ما عندكش كلام يوزن بلد، السكوت بيبقى أوجب وأذوق. الاحترام المرعب ده للسكوت مش عند اليابان وفنلندا بس، ده طبع أصيل عند القبائل البدائية
والسكان الأصليين لأمريكا. في دراسة كلاسيكية عملها عالم اسمه دكتور كيث باسو، درست طريقة كلام قبيلة أباتشي الشهيرة، واكتشف إن الناس دي بتستخدم السكوت كدرع أمان. يعني مثلا لما ابنهم بيرجع البيت بعد شهور سفر، الأب والأم مش بيجروا عليه بالأحضان والصغاريت ويسألوه 100 سؤال في نفس الثانية، لأ، بيقعدوا معاه في صمت تام لكذا ساعة وممكن أيام كمان. طب ليه؟ لأنهم مؤمنين إن السفر والغربة بيغيروا النفوس، فالسكوت بيدي فرصة للأرواح إنها تقرب من بعضها تاني على الهادي، ويقروا بعض صح قبل ما يفتحوا بقهم بكلمة. وفي مثل عبقري عندهم بيقولك: الكلمة شبه السهم، أول ما تطلع من القوس انسى إنك ترجعها تاني. السكوت هنا مش عجز عن الكلام، ده قمة النضج العاطفي، عشان لما تنطق أخيرا كلمتك تنزل في مكانها وليها هيبة. تعال بقى نلم الأفكار دي كلها مع بعض. ليه في شعوب بتقدس السكوت أكتر من الرغي؟ مش لأنهم ناس خجولة أو باردة أو ما بتحبش اللمة، الفكرة إنهم فاهمين سر مهم: السكوت عمره ما كان فاضي، السكوت مليان إجابات. السكوت هو المساحة اللي مخك بيفكر فيها بجد، واللي بتظهر فيها هيبتك واحترامك للي قدامك، ومنه بتتبني الثقة اللي بجد. فالمرة الجاية وانت بتتكلم مع حد ويحصل لحظة هدوء، ما تتخضش وما تجريش تملي المكان بأي رغي ملوش لازمة. خد نفس عميق واستمتع باللحظة، وافتكر دايما إن الحوار ما انتهاش عشان سكته. ساعات السكوت بيبقى أبلغ وأقوى 100 مرة من أي كلام ممكن تقوله. تابعوا القناة عشان تكتشفوا أسرار أكتر عن سلوكياتنا. وانتوا بقى رأيكم إيه في الموضوع ده؟ أشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.